السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي ان شاء الله تكونوا بخير على خير. راح نتكلموا في موضوع مهم وقليل اللي يتكلم فيه، وانا نظن باللي الهضره هذه لاول خطره راح تسمعوها بخصوص رياض كمال الأجسام. راني سبق وين تكلمت عن الموضوع هذا، ولكن عنده بزاف، على بالي باللي كاين اللي ما شافوش واللي شافوه راه نساه. توجور نقول باللي رياضة كمال الأجسام وحدها ماهيش سبور، بيسك لاه قلنا ما فيهاش الحركة. رياضة كمال الأجسام لوحدها ماهيش رياضة، لازمك دير وتبراتيكي معاها رياضة أخرى باه تولي لي فري سبورتيف. رياضة كمال الأجسام كما ما يخفى لكمش وكم دوك الكل توافقوني في الهضرة اللي راني نهضر فيها. واقف وتخدم، والله راقد وتخدم، والله قاعد وتخدم في الصالة، ما فيهاش حركة بزاف. سي بور سا اللي لازم تبراتيكي معها سبور اخر اللي فيه الحركة باه تولي رياضي بأتم معنى الكلمة. مثلا دير معها ناطاسيون، مثلا دير معها جيمناستيك، دير معها ما على باليش انا، دير معها جمباز، دير معها كيك بوكسينغ، دير معها اي رياضة اخرى. المهم تكون الرياضة هذيك فيها حركة، وماذا بيك تكون رياضة جماعية باه تخرج من الجو تاع الرياضة الفردية، بيسك ميسكيلاسيون رياضة فردية راح تعلمك العزلة وتعلمك الانفراد، وهذه حاجة ماشي مليحة. ماذا بيك سبور اللي قلت لك تباراتيكيه مع الميسكيلاسيون يكون سبور جماعي. تقدر دير بالو، تقدر دير باسكت، تقدر دير قلت لك تنس، تقدر دير التنس ثاني مليحة. المهم لعبة يكون فيها أكثر من زوج ثلاث عباد، مليحة ثاني نفسيا باه تندمج مليح. كاين واحد عارضني في الهضرة هذه، ويعني من لي زونسيون، ونحترم الرأي تاعو، بصح خويا العزيز ما فيهاش هذه، ما تقدرش تعارضني فيها، خاطركش عندي الدليل. قلنا رياضة كمال الأجسام، تمارس رياضة كمال الأجسام وحدها ما تعتبرش عندي أنا رياضة، لأنه ما فيهاش الحركة بزاف. قلنا تخدم وانت واقف، والله انت راقد، والله انت قاعد، وراهي الحركة. لازم لك رياضة أخرى تكون فيها حركة أكثر. ومن ناحية أخرى مليحة تمارس معها رياضة أخرى على جال لا سوبلاس، كيما نقولوا حنا دوك تا تونطريني ميسكيلاسيون وحدها شوية تعقدك. لازم تبراتيكي رياضة أخرى ديكونتراكتي لك لي ميسكل، دير لك الخفة لا سوبلاس، فيها فايدة كبيرة. كدير رياضة أخرى مع رياضة كمال الأجسام فيها فايدة كبيرة. توت فاسون سامحوني نقدم شوية عباك، والله غادي ندير لكم فيديو هذا هنا في سكانر، راه زعما نعقب الطوموبيل سكانر، وكاين شوية غاشي، قلت انا نستغل هذا الوقت هذا ما يروحش هكذاك، ندير فيديو نتكلموا فيه على المواضيع اللي تهم الرياضيين. خلاص ما بين لا خممت لكم في موضوع اخر. نخليكم على خير، تحياتي، سلام. كما قلت لكم اي واحد يمارس رياضة كمال الأجسام لازم يمارس معها رياضة أخرى، وماذا بك تكون ولا حبذا تكون رياضة جماعية. تحياتي، سلام.